أخدت الناس بالفيديوهات اللي نزلتها ودمها الخفيف وفكرتهم بجدها وستها. أما التانية والدتها زقتها علشان تكتشف نفسها، والتالتة جدها من العتاولة التقال في الوسط وبدأت تاخد أول خطواتها وطريقها، وربنا مديها من القبول كتير. أما الرابعة فأبوها فرش لها الأرض ورد وبدأت بإعلان وبعدها مسلسل. ولاد الفنانين الصغيرين بدأوا طريقهم في الوسط الفني، ورغم إن سنهم صغير بس قدروا يلفتوا انتباه الناس ليهم. يا ترى بنت دنيا سمير غانم عملت ايه خلى الناس بتدور حواليها؟ ومعقول شريف منير زق حفيدته علشان تمثل؟ أما بقى بنت كريم محمود عبد العزيز فدي حكايتها حكاية، تفاصيل كتير عن ولاد الفنانين في الوسط الفني هنعرفها في الفيديو ده. هل فعلا هم داخلينها بالواسطة ولا جربوا ونجحوا؟ كايلا بنت دنيا سمير غانم دخلت الوسط الفني من أوسع أبوابه، ورغم إن سنها صغير بس قدرت تخلي الناس تحبها بعيد عن أمها وخالتها. ومش بس كده، ده هم كمان اللي بيتحايلوا عليها علشان يظهروا معاها في فيديوهات التيك توك بتاعتها، وربنا مديها قبول محبب الناس فيها، وفيديوهاتها كلها ضحك وهزار والناس بتحبها. وده شجع دنيا سمير غانم إنها تزقها في مسلسلات وأفلام معاها، وأول مرة كانت في مسلسل جت سليمة، وبعدها قدمت دورها وهي صغيرة في فيلم روكي الغلابة، وسابت لنفسها مكانة كبيرة في قلوب الجمهور. أما بقى المفاجأة اللي مش متوقعة هي كندا بنت كريم محمود عبد العزيز، واللي ما ظهرتش في أي حاجة لوحدها، والزقة ليها جاية من أبوها. وزي ما محمود عبد العزيز عمل معاه، هو كمان عمل كده مع بنته وظهرت معاه في إعلان الأول، وبعدها بكم شهر ظهرت معاه في مسلسل مملكة الحرير. ومع إنها شبهه بالظبط جمالها خطف قلوب الناس وكانوا معجبين بيها قوي وبظهورها، وده طبعا بداية لإنها تكمل في التمثيل حتى لو سنها صغير بعد ما لفتت انتباه الناس قوي. والجديد بقى اللي دخلت برجلها اليمين وجدها واحد من الكبار في الوسط الفني، لارا السكري بنت أسمى شريف منير، بدأت أول خطواتها في مسلسل كتالوج، وظهرت في كام مشهد في الحلقات الأولى للمسلسل، وبرضه لفتت انتباه الناس خاصة وهم عايزين يعرفوا هي فيها من جدها وأمها ولا لأ. ولذاذتها خلت الناس تدور وراها وكانوا عايزين يعرفوا معلومات أكتر عنها، ودلوقتي هي وحيدة أمها ودلوعة جدها، ومحدش عارف هم حد فيهم زقها علشان تبدأ ولا هي بمجهودها قالت تجرب. اللي واخدة الموضوع جد بقى هي توانا الجوهري بنت رانيا منصور، ودي بقى عدت مرحلة التجربة ومثلت وبقت بتثبت نفسها وظهرت في أكتر من تجربة، منهم الصفا الثانوية بنات مع علي ربيع، ده غير بقى مشاركتها مع تامر حسني في ريستارت، ووجودها كمان جنب والدتها طول الوقت مزودها شهرة وبيخليها تحضر مهرجانات وفعاليات أكتر، وبقى ليها طلتها على الريد كاربت وواخدة من جمال أمها، وعلشان كده كل الناس مركزة معاها. اللي لسه بقى بتحاول تدخل الوسط الفني وأمها مش عايزة تساعدها أبدا هي أمينة بنت نسرين أمين، ومش عايزة تجيب لها واسطة أبدا، بس هي قررت إنها تاخد كورسات وورش تمثيل وبعدين هتبدأ تشق طريقها بنفسها. انتوا بقى شايفين مين فيهم ناجح أكتر؟